يا مساء الخير عليكم. النهارده اليوم الخامس من تعليم المونتاج واليوم الاول في سلسله بريمير، والنهارده هنتعلم مع بعض ازاي نضيف الايقونات. اكتر حاجه بتستخدم حاليا في المونتاج في 2025 هي الايقون، وبما ان الايقون دايما بتبقى معبره ودايما بتوصل الفكره، فانا النهارده جاي اقول لك ازاي تنزل اي ايقون في اي مجال او اي تخصص انت عايزه بدوسة زرار وتحولها من الشكل الممل ده للشكل الاحترافي ده بطريقه سهله واحترافيه على بريمير برو، ومش هتاخد منك ثواني. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل سبسكرايب لايك وشير، وتنزل تكتب لي رايك تحت في الكومنت، ولو عندك اي سؤال حابب تقوله لي. وهتلاقيني سايب لك لينك الانستجرام بتاعي تحت في البايو، تقدر تروح هناك تعمل لي فولو. وهتلاقيني سايب لك لينك في البايو هناك في الانستجرام في كل الاضافات اللي انت ممكن تحتاجها للمونتاج. ويلا بينا نبدا الفيديو. طيب انا المفروض شغال على البروجكت ده، والبروجكت ده المفروض ان هو فيديو بيتكلم عن موبايل. فانا دلوقتي كل اللي محتاجه مثلا ايكون يدل على ان هو بيتكلم عن موبايل. فهروح افتح موقع فلات ايكون، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. هتلاقوا فيه انيميشن ايكون، وهتلاقوا فيه ايكون وانترفيس ايكون وفي ستيكر. هتبدا ان انت تشوف ايه اللي انت محتاج ايه بالظبط، او ايه اللي موجود. ان غالبا في اوقات بتبقى الحاجات اللي انت محتاجها ممكن تبقى ايكون بس مفيش منها انيميشن ايكون. فاحنا دلوقتي هندور مثلا على حاجة تدل على الموبايل وليكن دي، وهندوس داونلود. واتأكد دايما طول ما انت بتحمل انيميشن ايكون ان انت تحملها MP4، ان عشان هي تنزل كفيديو يعني، عشان انيميشن وتفضل متحركة، عكس الايكون العادية اللي هي بتبقى ثابتة بتنزل PNG عادي. فهنحملها MP4. بعد كده هنروح عند داونلود، ناخد الايكون بتاعتنا، نروح على بريمير، نضيف الايكون. بعد كده تيجي هنا في قائمة افكت، هتكتب color K، وممكن تكتب K بس. بعد كده هنسحب الcolor K نرميها على الايكون بتاعتنا، نختار اللون الابيض. بعد كده نرفع الاوباسيتي. تمام، دي اول خطوة. كل الافكتات اللي انا هستخدمها دلوقتي انا عاملها بريسيتس، يعني انت ممكن ما تغلبش نفسك خالص، تدخل عندي على الانستجرام، اللينك اللي موجود في البايو اللي قلت لكم عليه، هتلاقوا فيه البريسيتسات جاهزة، ممكن تنزلوها وترجعوا تضيفوها عادي في بريمير وتستخدموها على طول. تمام، بعد كده هتكتب دروب شادو، وهتسحب الدروب شادو ترميه برضو على الايكون بتاعتك، وهتخلي اللون الاسود بقى على حسب اللون اللي انت محتاجه. انا هخليه مثلا ابيض، نرفع الاوباسيتي برضو بتاعه. بعد كده نزود الفلو، نرجع دي تاني نخليه 100. بعد كده هنرجع برضو ناخد نسخة من الدروب شادو ونكررها، نرجع نخليها مثلا 50، وهنفضل نعيد بقى العملية دي، ناخد برضو من 50 كوبي ونرجع نزودها 50 لحد ما يبقى معانا مضيء بالشكل ده. لو حبيت اغير لون الايكون بتاعتي اصلا واضيف لها انا لون انا حابه، مثلا وليكن لون مثلا بني يبقى ماشي مع الوان الفيديو، فهكتب تنت واضيف تنت، وارجع اغير اللون بقى بتاعه على حسب انا عايزه ايه. فانا مثلا لو عايزه وليكن اورنج هيطلع معانا بالشكل ده. ممكن نغير الابيض ده لاسود يبقى معانا بالشكل ده. طبعا احنا عشان الشادو بتاعنا فوق التنت تحت التنت، فهو طالع معانا بالشكل ده. فكل اللي احنا محتاجين نعمله ان احنا نرفع التنت فوق الدروب شادو، نخليه هو اللي يبقى تحت الدروب شادو بالشكل ده. عايزين نبدأ بقى مثلا نحرك الايكون بتاعتنا، او الاول نضيف لها 3D مثلا، فاحنا هنكتب 3D، ناخد البيزك 3D، هننزل تحت، نيجي عند الاول هنا اول الايكون، نغير مثلا الاتجاه بتاعها ونحط كي فريم، ونرجع بعد كده نطلع مثلا 10 فريم او حاجة. بعد كده هنخليه 0 عشان يبقى متحرك معانا زي ما انت شايف كده. بعد كده بقى انت لو عايز تحركها مثلا وتعمل لها تأثير دخول، نرجع من الاول خالص. بعد كده نيجي عند البوزيشن،
احط كي فريم، نرجع نطلع قدام شوية ونرجع نعمل لها الدخول بتاعها. نبدأ نظبط بقى ان احنا نخلي الكي فريم الاولى دي هنخليها ايزي ان، والتانية هنخليها ايزي اوت، بحيث ان يبقى الموضوع سلس. وتيجي نشوف ليك جهاز الريدمي بس كده. كل حاجة بقى في الافكتات دي وكل الافكتات اللي انا ضايفها دي اصلا انا عامل لها بريسيتات جاهزة اصلا بستخدمها زي ما انتوا شايفين كده. فهسيب لكم كل البريسيتات موجودة في اللينك هناك في انستجرام في البايو، تقدروا تحملوها تضيفوها على بريمير على طول وتستخدموها بدل اللفة الطويلة دي كلها لو انتوا عايزين تختصروا وقت. بس انا حبيت اعرفها لكم بحيث ان انت برضو لو مش عايز تنزل بريسيتات، عايز انت اللي تعملها وتبقى انت عارف تعملها ازاي وتتعمل ازاي، فانت معاك الطريقة برضو. ومعلومة برضو حبيت اقولها لكم في سياق الفيديو، حاول دايما يبقى عندك فايل مخصص للبروجكتات بتاع بريمير، تبقى انت مجدوله على حسب التاريخ، ويبقى هو ده هو الفايل المخصص لبريمير بس، فاهمني؟ بحيث ان انت وقت ما تحتاج اي بروجكت ترجع له، او اي تعديل في بروجكت، او انت كنت ضايف حاجه في بروجكت وحابب ان انت تاخدها منه، يبقى انت عارف ان البروجكت بتاعك موجود فين وهتعرف تجيبه ازاي، ان هو كده كده بيبقى متجدول على حسب التاريخ. فانت حاول دايما استخدم النقطه دي عشان هتوفر عليك وقت ومجهود كبير جدا. وده كده يبقى خلاص خلصنا ازاي نحول الايكون بتاعتنا. بس كده دي كانت كل حاجه من النهارده، ويا رب اكون قدرت افيدك واوصل لك المعلومه. ولو استفدت ما تنساش تعمل سبسكرايب لايك وشير، وتنزل تكتب لي رايك تحت في الكومنت، وتروح هناك على الانستجرام تعمل لي فولو. واشوف وشكم على خير في الفيديو الجاي.